اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من الدكان. سكتنا له دخل بحماره، ولان الكل مثل قصه. ايه هي قصه المثل ده واصلها ايه؟ وقبل ما نبتدي، شايك في ايدك يا استاذ، نسكافيك معاك يا مدام، ويلا نعرف ايه هي اصل الحكايه. كان من عاده اهل القرى زمان ان كبار وشيوخ القريه بيتجمعوا مع بعض بعد صلاه المغرب عشان يتكلموا في مشاكل القرية ويشوفوا ايه هي المشاكل دي ويحلوها. ولما كان بيعدي عليهم واحد من اهل القرية وهم قاعدين مجتمعين، ينزل من على الحمار بتاعه ويسلم عليهم احتراما ليهم وبعد كده يمشي. لكن في مرة من المرات عدى عليهم راجل فقير وكبير في السن، فالراجل صعب عليهم عشان سنه، فقالوا له مفيش داعي تنزل من على الحمار وسابوه يعدي. لكن الراجل بقى خدها حلوانه بسلوانه، وكل مره يعدي عليهم لا ينزل من على الحمار ولا يسلم عليهم والناس ما بتكلموش. الراجل بقى خدته بجلاله كده، وفي مره من المرات وهو معدي العظمه ركبته وقام داخل على المجلس بتاعهم بالحمار وهو راكبه. قام كبار وشيوخ القريه اتضايقوا لما الراجل داخل عليهم كده، لان هو كده بيهزقهم. قام واحد من كتر غيظه قال لك سكتنا له دخل بحمار. وبقى المثل ده بيتقال لما مره واحد يعمل حاجه غلط وتعديها له، فتاخده بقى كده الجلاله ويكررها اكتر من مره، لا ويغلط اكتر كمان. سلام.